حلقة جديدة، فكرة جديدة مع نيفين أندلوشي. يا شيخة. ماشي، انت غيرتي كل حاجة النهاردة مفيش لا انترو ولا في اوترو ولا في بودكاست. انا كنتش هعمل انترو بس عشان الفكرة جديدة. ماشي. النهاردة ايه بقى يا نسالوجي؟ النهاردة انت قلتي عايزين نعمل ايه؟ فضفضة. طب احلفي كده ان انت قلتي لي في البيت فضفضة دي. لا ما قلتش. مش عارفة جبتيها منين دلوقتي. قلتي لي هنعمل ايه؟ هنعمل جوسبس. اوكي هو ده. علشان انا بحب الجوسبس اكتر. يلا بينا. بحب اللم. يلا احنا قاعدين على الكنبه هننم على الناس النهارده. حلو قوي. يلا بينا. الحلقه بتاعتك يا نجمه. اتفضلي ورينا. ايه رايك في عريس الجنه؟ يعني ايه عريس الجنه؟ عريس الجنه هات سجارة جرى، خد سجارة جرى، هات الولاعة لعة، خد الولاعة لعة، طب مسا مسا مسا، طب تاني مسا مسا، وقت الفراغ فراغ. لا بداية معايا، بداية افهمها. عريس الجنه يعني ايه عريس الجنه؟ عريس الجنه دي يا امي بتشوفي ولد لابس عريس الجنه. مش محتاجة حاجة يعني. يعني ايه؟ يعني ايه بجد؟ والله مش فاهمه. عريس الجنه ده بيبقى لابس لبس ستايل معين، ابيض فابيض يعني؟ يا ريت بس لا. عريس الجنه بيبقى لابس بنطلون ضيق مسقطه ومقطع. ايوه. ولابس تي شيرت قصير وجاكيت بامبا قوي. ده لو في الكلام ولا انت بتهزري؟ ولابس كاب. ايه ده؟ لا ما اعرفش ايه الكلام ده. وماشي كده. انت بتهزري يا لوجي؟ اقسم بالله لا ما اعرفش ايه القرف ده اصلا. عريس الجنه يعني ده حاجه حقيقيه يعني؟ حاجه مقرف اللي انت بتقوليه، كله مقرف. ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ كل الولاد بيلبسوا. كل الولاد مين؟ انت عندك ولاد في البيت؟ محدش بيلبس كده. لا اخواتي نضاف الحمد لله. لا سكيب السؤال ده. لا ما اعرفوش ومش عايزه اعرفه. ده شكلهم مقرف كده. يعني انا عندي كمان مشكله مع البنات. يعني إيه؟ انا عكس الولاد اللي هم صياع وبيقعدوا يعني يتصوروا كده وحاجات غريبه. بس البنات لا بجد مش فاهمه انت بتتكلمي عربي بحسهم اللي هو طيب والله العظيم انا بالنسبه لي بجد الطريقه دي بتنرفزني جدا. يعني احنا في كل مكان اصلا، في كل مكان كل البنات بتتكلم انجلش بس. ماشي. طب ما انت في امريكان تمام جدا. مش طبيعي انك انت تتكلمي انجلش بس وتتكلمي بالطريقه اللي انت عملتيها دلوقتي حالا. انت كده يعني بتبيني ان انت كده بنت ناس. لا حضرتك انت مصريه عربيه تفتخري بلغتك. عشان اللغه العربيه اصعب لغه. اقول لك حاجه. انا عندي واحده صاحبتي مش عايزه تعيش في مصر، وكل شويه اقول لها مصر دي فوقك. مصر دي فوقك. دي مش مهم. هي افرضي عايزه تعيش بره ده عادي، بس هي الفكره ان طريقه البنات اللي انت بتتكلمي بيها، انا عارفه تحبي بلدك الحمد لله. الطريقه اللي انت بتتكلمي بيها دي اللي هو كل البنات بتتكلم كده وطريقه مش عارف ايه وكله انجلش عشان نبين ان احنا في مستوى اجتماعي. ولو اتكلمنا بالعربي يبقى احنا كده بقينا بيئه. والله من موقعي هذا بقول لك ان ده مش طبيعي. اللي هم الكلمات اللي هي بتبقى قديمه على ايامكم، اللي هي ممكن تبقى انتوا مطلعينها ترند في ساعتها. لا على حسب ما انت ساعات بتقولي لي كلمات بتبقى لغه عربيه قوي. لغه عربيه قوي. احنا مش هنتكلم على العربي مع الانسانوجي. اللغه العربيه مش العربي. العربيه اصلا. انت جايه من هناك. فصحى مش أيوة العربي. ماشي. وانا بقول لك لغه عربيه فصحى مش دائما. مره قلت لي نعقب على البتاع. انا كنت فاكره تنزلي تعقبي يعني مش تعقبي على الكلمه. عقباوي دم حامي دنيا دايره بالاسامي. تعقيب. ايوه. فانا كنت فاكره ماشي اوكي ده مش مشكله. بس حلوه الفكره دي. تصدقي ان انت البنات دي بتستفزك انت برغم ان ده جيلك اللي هم بيتكلموا بالطريقه دي ودي طريقتهم اصلا. لا بس انا عايزه اقول لهم اسكتوا طيب عشان جريت انا لسه باقي دلوقتي. طب وانت وسط اصحابك بتتكلموا ازاي؟ لا انا في عندي في ناس بتتكلم شبه عريس الجنه. لا بصي لو جبتي الجمله دي تاني هقول. لا في ناس بتتكلم بطريقه اللي هي البنات اللي هي كده دي بتحاول تبقى دلوعه. روشه. لا روشه مش دلوعه. لا دلوعه دي منهم كتير قوي. الفرق ما بين الروشنه والدلع حاسه شايفه اقول. لا طب قولي الطريقه افهمها انا. طريقه دي بتتكلم ازاي الروشه اللي انت اتكلمتي فيها الاول؟ هي طريقه كده دي روشه ازاي يعني؟ بتحاول تعمل نفسها روشه اللي هو مش عارفه اقول لك. لا بتبصي لي بصه مقرفه. حاجه كده والكيوت بقى واللي هي فيكمي بقى. نعم يا فندم. فيكمي. لا هو انت مش جايه النهارده تعملي لي مصطلحات. لا هو انت فاجئاني وقلتي لي احنا مش هنحضر حلقه وانا النهارده الحلقه بتاعتي بس لدرجه تقولي لي كلمات
خلاص. ايه يعني ايه زفته دي؟ بيكني دي بيكني ولا بيكني؟ اسمها ايه؟ بيكمي. يعني ايه بيكمي دي واحده اللي هي كرنج، واحده كده دلوعه. دلوعه اللي هي احنا نبداها بكلمات كلها انا مش فاهماها. لا على فكره بقولها لك كتير لا قوي. كرنج، ما انا مش فاهمه يعني ايه كرنج. دي اكتر كلمه بقولها لك. اما ايه بقى الديفينيشن بتاعها؟ انت جايه تذليني النهارده؟ لا والله لا والله كل ده عشان خلصتي امتحانات؟ لا عشان اكتر كلمات بقولها لك انت مش فاهماها وانا مش ببقى فاهماها. لا انا بمشيها لك في البيت على فكرة. لا والله العظيم انا بمشيها لك في البيت، بريح نفسي، اتعب نفسي ليه؟ بمشيها لك في البيت. انت عارفه انا بعملها معاكي كتير قوي، اللي انت بتمشي لي كلام مش فاهماه. طب شفتي؟ لا مش كلام مش فاهماه، كلام تقوليه لي واقول لك ماشي ماشي ماشي، بتردها لي يعني. تمام. في حاجه عايزه تقولها لي؟ احكي لك موقف حصل لي قبل كده يعني في المدرسه. واحده يا جماعه انا كيوت بس انا عصبيه. انت ايه؟ كيوت بس عصبيه. انا عارفه. مش كيوت اللي هو بطريقه كرنج، بس اللي هو ايه غلبانه يعني زي ما انا غلبانه. يا نهار ابيض. واي حد اي حد يقول لكم الكلمه دي عارف انه مش غلبان. بس انا عصبيه ما شاء الله طلع لي. فانا جيت حكالي ان حد بيقول عليا كذا كذا كذا، فانا مسكت فيا الجنونه. فانا هديت، كنت في وقت امتحانات. تمام. فهديت لاخر يوم امتحانات. الامتحانات اثرت عليكي جامد. والله. بس انا هديت عشان الامتحانات، فالامتحانات جت معايا بفايده. لقيت ما لقيت ايوه مش هقدر اوديها دي. كفايه بقى يعني ايه لقيت؟ يعني لقيت. لا خلاص طب نعديها كلمه وعدت. احنا هنمسك على الحاجات العربي دي. لقيت بس البنت اللي قالت عليا رمت كلمه. هي رمت، انا لا مش ليا كمان الكلمه، كانت لواحده ثانيه. بس انا خدتها بقى اللي هو ايه، لا انت برضه انت عايزه تخانقي يعني؟ لا انا مش عايزه اتخانق، بس دي برضه صاحبتي. بتدافع عن الثانيه يعني قصدك؟ اوكي. فاتهبلت قعدت ازعق. طبعا بقى عشان مدرستي الحمد لله عارفيني. ايوه انت مش مجمعه كل ده؟ مش مجمعه. انا عرفت المشكله دي امتى بقى؟ عشان مدرستي فاهمني قوي، ومدرستي الحمد لله انا عرفت المشكله من المدرسه اصلا. انا بحب جدا جماعه مدرستي الحمد لله. ايوه دي حقيقه. جابونا انا والبنت اتصفينا الحمد لله. وطلعت ولا هي قالت كده ولا دي ولا انا قلت حاجه، واللي طلعت اللي بتوقع اللي في النص ان انا بدافع عنها اصلا من الاول. ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. بس اللي مضايقني ان انا يعني دافعتي عنها وهي طلعت مش كويس. دفعت جامد. انا عملت يعني مجهود. ده يعلمنا ايه بقى؟ مجهود قوي في اليوم ده يعلمنا ايه؟ ان احنا ما نديش ثقتنا لحد. مش كل الناس تستاهل الثقه. اكتشفت. بس والله يعني كنت فاكره ان احنا اطفال لسه، يعني ما فيش الموضوع ده. فاكره انه لسه ما فيش اللي هو موضوع بقى اللي هو احنا نوقع ما بين بعض لسه بدري. انا بسمع الحوارات دي في الجامعه والله يا بنتي، ولا في الجامعه والله على ايامنا احنا ولا. بس دلوقتي بسمعها في الجامعه. احنا كنا ناس محترمه وبنروح نحضر محاضراتنا، واخرنا نطلع في البريك ناكل سندوتشين في بتاع ده وفي المطعم، ونرجع تاني نشوف محاضراتنا ونفضل مسحولين لغايه 5 المغرب ونروح ننام ونذاكر. كانش في عندنا وقت حتى للكلام ده. انت عارفه، لا انا كنت فاكره بجد ان احنا لو المواضيع بقى كلها، وحتى حوار الصحوبيه وان انا يعني اي حاجه من دي اللي هو ما احنا لسه بدري قوي. يعني لسه بقى انا لسه شايفه نفسي ان انا ممكن اروح اجيب عروسه. وعموما انا نفسي اجيب عروسه يا بت، بجد نفسي. عمرك ما حبيتي تلعبي بعرايس يا لوجي؟ وانا صغيره. ما تبينيش ان انت كيوت بجد بقى. لا وانا صغيره. انت بتمثلي دلوقتي. انا كنت بجيب لك عرايس وانت ما كنتيش بتحبي تلعبي بالعرايس. ايوه عشان انا كنت بحب اقتل. على فكره ايوه. طب انا ما رضيتش اقول. أيوة. انت اعترفتي. انت كنت بتشنقيهم عشان وتشخبطي على وشهم وتقصي لهم شعرهم. انت عملتي ايه؟ مش عايزه تقولي. عشان كنت عايشه مع 3 ولاد. ايوه فكنت بقتل العرايس. فانا ما كانش في عربيات، في بوكسينج كده. ليه في جو كده صياعه في الموضوع؟ في ايه؟ عشان ضربتي جايه النهارده في شخصيتك. شخصيه الولاد. انت شخصيه ولاد؟ يعني انا اقول لك كده تقولي لا انا مش شخصيه ولاد. انا شخصيه ولاد جدا فعلا صح. واضح. يعني انا لو اديتوني خناقه هبقى. انت جايه بتسوقي لنفسك؟
هبقى عمر الصغير. والله العظيم انت مش طبيعيه. عندك مشكله حد يروح ثيرابي؟ لا ما عنديش مشكله حد يروح ثيرابي ده زي اي دكتور في الدنيا. لما الواحد بيبقى عنده بطن وجع بيروح لدكتور بطنه، عنده عموده الفقري فيه مشكله بيروح لجراحه مخ واعصاب، عنده رجل. طب انت شايفه الثيرابي دي لايه؟ لاي مشكله. انت ممكن تكون عندك مشاكل انت مش حاسه بيها. طب مستني، عايزه تفضفضي ممكن يا ستي. ممكن تسمعيني؟ اتفضلي. ما انت ممكن يبقى عندك DHD، عندك طب ما دي امراض برضو محتاجه دكتور. ايوه. طب انت ممكن يبقى عندي حاجه كده وما لا ما عندكيش. ما انا لو عندك انا مش انا يا امي، مش انا بتدخل، انا بقول كمثل. كمثل. ايوه من حق يعني لازم الام تخلي بالها لو ابنها فيه اي. يعني انا مثلا كان عندي واحده صاحبتي زمان، طب اقول لك على حاجه، كان عندي واحده صاحبتي زمان في النادي كان عندها ابنها عنده فرط حركه. فكنت بقعد يعني انصحها، عشان كانت صاحبتي قوي يعني خلي بالك برضو ما اقدرش اقول لحد كده، كنت بنصحها ان انت لازم توديه لدكتور نفسي. لما قلت لها الكلمه دي بحب وانا عشان هي عارفه ان هي بتحبني فانا هتستقبل مني الكلام، خدت الموضوع على قلبها وكانت متضايقه جدا وزعلانه جدا. حسستني ان انا بقول لها ان ابنك مريض نفسي وان عنده مشكله. هي الفكره ان هو كان عنده فرط حركه، فده مأثر على تركيزه، مأثر على مذاكرته، ما يقدرش يقعد يذاكر، عنده بمعرض ان كان بيلعب كذا رياضه في النادي وبرده كان عنده نفس المشكله. عايزه اقول لك حاجه صح، انا عندي مشكله مع الناس اللي جم شتموكي عشان انتي بتقولي حاجه صح على الفراخ. على الفراخ. لا انا بجد مضايقني جدا. هقول لك حاجه، انا دلوقتي مقتنعه الدكتور ده صح، فخلاص احنا طول عمرنا بناكل فراخ. فدكتور دخل جديد قال الفراخ مضره، فانا صدقته قلت خلاص الفراخ مضره. انتي واحده جايه دلوقتي تقول الفراخ مش مضره او الفراخ فيها بروتين فيها كذا 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 كذا، فانا ما ينفعش ادخل اشتمك عشان احنا طول عمرنا بناكل فراخ. يعني انت يور ماذر دونت ايت تشيكن يعني، ولا انت عايز ايه؟ هقول لك على حاجه، انت عارفه ليه هو الناس صدقته قوي والناس امنت بكلامه؟ الناس دايما يا لوجي عايزه تعيش في جو المؤامره، او بيصدقوا قوي لما يبقى في حاجه فيها مؤامره. فهو لما مات اعتقدوا بقى ان ده تم قتله تمام كده من شركات الادويه او من الناس اللي بتبيع فراخ، زي ما اتقال عليا لما ببيع فراخ وتلاقيها عندها مزرعه، او هي قبضه اتكتب عليا ان انا عميله وان انا قبضه من بتوع الفراخ وان انا مأجرني عشان ودافعين لي فلوس، شوفوا دافعين لك كام. يعني اتكتب كلام بجد حاجه فوق البشعه، وانا بلغت المحامي اصلا. انت عارفه الموضوع، ما علينا. الفكره ان الناس طالما هو اتقتل سوري هو ما اتقتلش، طالما هو مات يبقى هو اتقتل تمام كده. يا جماعه ممكن اقول حاجه، هو مات من كتر ان هو بيشرب سجاير في اليوم. وممكن يكون مات اصلا من النظام. هو محدش ليه فكر ل5 ثواني انه ممكن يكون اصلا مات من النظام الغلط. عندك السكر ما تاخديش انسولين، موتي من غيره. هو حاجات غلط كتير لوجي، في ناس ماتت. بس انا مش قضيتنا دلوقتي ان احنا نتكلم في الموضوع دوت. هي الفكره ان انت قلتي كلمه في الاول صح، لو انت مش شايف ان انا مش صح ما تتابعنيش، اعمل لي انفولو والله، ولسه بطلع لك وانت اعمل لي انفولو، اعمل لي بلوك، سهله جدا. لكن مش من حقك انك تدخل تتهمني ان انا عميله وان انا مستاجره وان انا عشان حضرتك متوهم ان في بني ادم تاني اتقتل علشان بيقول ما تاكلوش فراخ. انهي عقل وانهي منطق؟ احنا محتاجين نتساق طول الوقت. احنا لازم حد يطلع يسوقنا ويقول لنا الشمس هتطلع من اليمين فهتطلع من اليمين، الشمس هتطلع من الشمال يبقى هتطلع من الشمال. ده مش كلام. هي الناس عايزه كده، عايزه حد يسوقها. برغم ان الراجل ده غريب جدا ان في ستات كتير دفعت عنه، دي كارثه تانية. هو اكتر بني ادم كان بيطلع يقول كلام ضد المراه وبيهنها اهانات مش طبيعيه، بيقول ان هي المفروض تشتم مش عارف ايه، وان هي تتخان، ومفيش حاجه اسمها خيانه للراجل. الراجل يعمل اللي هو عايزه والست تاخد بالجزمه، وهم بيدافعوا عنه. على فكره الناس لما مات بيقولوا ان هو اتقتل عشان الناس بتحب اسماء الامورات. تاني معلش دبي الامارات قصدك؟ لا مش الامارات. امال ايه؟ المؤامره. اوكي. الله اكبر عليك. ايه الحلاوه دي، ايه الحلاوه دي. يعني انا عندي واحده عملت يا ماما فيديو بالاي اي ان هي دخلت زمن اخر. الناس كلها وهي بعدين ما نزلتش حاجه، فالناس كلها قالت انه في بوابات لزمن اخر، في حاجات وحاجات. الناس بتصدق. لا وهي البنت طلعت قالت ان ده يا جماعه اي اي وانا عاملاه ومش عارفه ايه. الناس قالت لا دي اكيد دافعين لك، خايفين، هي خايفه، هي مش عارفه ايه. فلو يا جماعه انتوا يعني اذكياء بزياده. اذكياء بزياده. هو فعلا ده غباء بجد حقيقي. وان هم ماشيين، هم بقول لك هم لازم يمشوا ورا حد. هي دي الفكره بقى. هو بقى الترند يا لوجي ان انا اطلع اكره الناس في حاجه واقول لهم كلام مش حقيقي، وان ده غلط، وان لو ده غلط يبقى ده صح علشان اطلع ترند
على قفا الناس، وفي الاخر الناس يا عيني تبقى ماشيه مش عارفين ياكلوا ايه ويعملوا ايه. هو ده الناس اللي بتعمله دلوقتي، الترند، ماشيين ورا الترند. لكن الناس الطبيعيه اللي تطلع تقول لك الكلام الطبيعي والحقيقي لا، دول الكدابين، دول اللي ما بيفهموش، لازم نكذب عليهم عشان يعرفوا ان هو ده الحقيقه. بس مع كل واحد حر، انا همشي بطريقتي، اللي مش بيحب طريقتي واللي مش مصدقني ما يتابعنيش ويعمل لي انفولو او بلوك. فتحتي مره واحده مش عايزه اتكلم، مش عايزه اتكلم في الموضوع، انت اللي فتحتيني. احنا جايين جايين نهزر النهارده. انا جايه اقلبها نكد. ماشي، ليه يا امي ليه؟ انا نكديه. انا رايي لو شايفين اللوجي بتنكد عليكم روحوا اتفرجوا على حسن ومجدي، ألذ بكتير، او اياد الموجي، اقسم بالله بيضحكوا جدا. وانا بقيت بتابعهم مع لوجي يا جماعه، انا بيك فان ليهم جدا عشان هم بيضحكوا قوي، وانا بقيت بتابعهم على فكره معاها سكر. وده رايي. فينوا دلوقتي وروحوا اتفرجوا عليهم يا جماعه بجد. انا اللي متابعهم بس على اليوتيوب اعتقد حسن ومجدي واياد الموجي، فظاع والله العظيم، هما الاثنين سكر. عندي برضو مشكله في المدارس غير في المدرسه عندك ولا في المدارس عموما؟ لا انا مدرستي زي القمر. ايوه طبعا، مدرستي فوق الجميع. في مدرسه كده بنت اتضربت قلمين في رحله. لسه صدقني لسه شايفه الفيديو دوت امبارح، وشفت لها فيديو تاني ومامتها وراحت المدرسه ومنعوها انها تدخل الحفله. انا مش عارفه القصه كامله بس انا عندي مشكله. لا انا شفتها. واحده تتضرب قلمين. لا دي مش قلمين، مامتها قالت ان هي الست ضربتها في الباص اقلام على وشها كتير جدا، وخدت منها التليفون، ولما وصلوا الرحله خدوا البنت قعدوها على جنب ومنعوها من الاكل ومنعوها انها تمسك اي تليفون عشان ما تتصلش بمامتها. دي يعني المدرسه دي كانت اتدفنت في مدرستك يعني. انتوا بجد بجد حقيقي شابوه لمدرستنا بجد. دريم انترناشونال يلا. تستاهل ان احنا نقول مدرستي. لو حد فكر لا 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 لا, لا كده بس لا لا. خلاص. ده انت يا بنتي يا حبيبتي، انت ممنوع مدرس مش يكلمكم، ممنوع يتاتش بس كده، يلمسك اصلا، او يقول لك كلمه او يضايقك او يبقى يعدي الخط معاكي. لا في احترام، بس احترام متبادل. خلي بالك برضو يا لوجي، احترام، انت بتحترمي مدرسك ومدرسك بيحترمك، والمدرسه هي اللي عامله الحدود دي. فالعيب على المدرسه على فكره، وان هي ما جابتش حق البنت. لا واقفين كمان ضد الام على فكره. الام دي انت عارفه ان هي عملت محضر فيهم احسن يستاهل. لا ما هم تقريبا ما حدش عارف يخلص معاهم، لان كذا اسره يعني كذا اولياء امور عاملين محاضر فيهم وعندهم مشاكل كتير مع المدرسه. ده المفروض اصلا المدرسه دي تتقفل من اول محضر. مش تتقفل، تتاخد تبقى تبع وزاره التربيه والتعليم، هم اللي يتولوها علشان ما يحصلش مشاكل كده. بالظبط كده، لان واضح ان الاداره فيها سيئه. انا عندي مشكله في حاجه كمان، معلش ما عندي مشاكل كتير قوي. انت جايه نحل لك مشاكلك النهارده؟ لا لو هتحلي لي مشاكلي هناخد 10 ساعات. لا اتفضلي قولي كل مشاكلك. على فكره انا صغيره ما عنديش مشاكل. قولي الحمد لله. بهزر. عندك مشاكل يعني قولي من صحابي يعني. بس انا عندي مشكله تانية. في زي ما ممكن تضطروا تعملوا بوز البطه، اللي هو مش البوز البطه نفسه، الفيلر اللي هو بيبقى شبه بوز البطه اللي بتمشوا ببطه. بصي يا لوجي، صراحه الموضوع ده موضوع مهم جدا، وانا عايزه اقول فيه حاجه كاخصائيه تغذيه وكأم الاثنين. الفتره اللي فاتت على السوشيال ميديا احنا شفنا كتير قوي بنات عاملين عمليات تكميم وقايلين ان هم عاملين رجيم. اللي عامله دايت او عامله رجيم ونزلت فجاه، العلم والمنطق هيقول ان الدهون بتنزل من الجسم كله فجاه، تلاقيها بعد اسبوع ولا حاجه اتغير جسمها وبقى اماكن معينه ليها شكل معين، وتقول لك ايه، وتيجي تصور لك نفسها وهي في الجيم ان هي بتلعب رياضه وان دوت علشان الدايت والرياضه. بطلوا تكذبوا يعني، والله العظيم بطلوا تكذبوا، علشان المشكله يا لوجي ان هم بيعملوا هقول لك بيعملوا اكتئاب للبنات. لا بجد عايزه اقولها والله، بيعملوا اكتئاب للبنات. يا بنتي اصبري. انا عندي مشكله ان انا يا جماعه انا مش طالبه منكم تقولوا الصراحه، بس ما تقولوش الكذب. يعني انا مش عايزه الكذب ولا عايزه الصراحه. انا ما تقولوش حاجه، ممكن تكملوا حياتكم كده، ممكن اصور نفسي وما اقولش حاجه. لا هي بقى ماشي، انا موافقاكي، بس هي الفكره ان انتوا بتسببوا اكتئاب للبنات، لان البنت يا عيني بتعمل ايه، تروح رايحه خاسه فجاه تلاقي نفسها اترهلت وبقت وشها واقع، واماكن معينه طبعا الكل فاهم بتكلم في ايه، خست جامد جدا وبقى شكلها وحش، ترجع تاكل تاني عشان تتخن فترجع تتخن تاني، فيبدا الخسسان والتخن الكتير بيرهل الجلد، وفي الاخر تقول لك انا ليه كده وتخش في اكتئاب. واللي هي التانيه اصلا عامله تكميم، مش عامله رجيم ولا حاجه، وعامله عمليات مكبره حاجات ونفخه حاجات ومش عارف ايه، وحقنه حقن قد كده في وشها ومكبره مش عارف ايه،
وعامله 50 حاجه في نفسها وتطلع تفهم البنت ان انا كل اللي بعمله دايت ورياضه. حرام عليكم. هي الفكره حرام عليكم. البنات دي اللي بيتفرجوا عليكم بيخشوا في اكتئاب بسببكم، فمالوش لازمه الكذب. لا تقولوا الحقيقه يا فعلا ما تقولوش حاجه وما تصدروش البنات الكذب. من سبب واحده في حياتي كلها. ايه؟ مين؟ كنت انا صغيره خالص يا أمي. يعني وانت عارفه الحوارات دي كلها كده. طب قولي ايه؟ مش فاكره والله. واحده يا ماما بجد ما حدش كان بيعمل لها حاجه، بس كانت تروح لاهلها ده وانتوا صغيرين يا لولو. لا بس كرهتني بجد في الكذب. ايوه. لا انا من كنت ده وانتوا صغيرين خالص لما كنت بتنزلي الكومباوند تلعبي مع اصحابك كنت عندك مثلا 8 سنين ولا حاجه. 9 سنين. 9 سنين وهي كانت اصغر منك بسنه صح؟ او سنتين، وهي كانت كدابه بس. فانا دي اللي انا مسكت مامتها في التليفون بهدلتها. هي يا جماعه كانت بتكذب بطريقه غبيه، يعني اللي هو ايه شربت، لا ما شربتش وهي لسه يعني الميه في ايديها عادي. فبس دي مره افترت عليكم وقلت له انتوا جبتوها من شعرها وضربتوها وعملتوا فيها حاجات وان انا في مره اللي هو بتزق ايديا طار تليفونها بايديها من ايديها، ما حدش عمل لها طلعت كسروا لي تليفوني وانا مش عملت كذا وصاحبتي عملت كذا، وانا اللي هو ايه انت عبيطه ولا ايه؟ بني ادمه كداب بجد قريتي في الكذب. فانا حسيت ان انا من ساعتها ما ينفعش اكذب لو هبقى كده. لا هو الكذب ملوش لازمه بجد والله. وبعدين الفكره انك تكذبي على بني ادم، سيبك من صاحبتك الهبله دي، انا بتكلم على الناس اللي على السوشيال ميديا وبيكذبوا على ناس بيشوفوهم او يكونوا مشهورين وبيكذبوا على اللي بيشوفوهم. المفروض ان انفلونسر يعني ايه؟ مؤثر بطريقه ايجابيه، ان انا بديكي معلومه، ان انا بنصحك نصيحه. لو انا بعمل شوبينج انا بوريك الشوبينج ليه اصلا. يعني احنا لما اصلا بدانا انا وانتي في السوشيال ميديا احنا بدانا شوبينج ان احنا بنعلم البنات اللي في سنك ايه الاماكن اللي بتشتري منها، ستايلات لبس جديده، افكار جديده. انا كان نفسي الاقي حد يبقى صريح على السوشيال ميديا. هي الفكره بقى ان انتي بتقولي المعلومه كامله، ان انت اشتريتي من المكان ده، لما حد يسالك تقولي له انا اشتريت من المكان ده. لو حد بيسالك جايبه سايز ايه مثلا، في بنات اصلا بيكتبوا لك على الفيديوز هو انت جايبه سايز ايه يا لوجي، بنكتب لهم كل حاجه بالتفصيل. جايبه منين، اقول لها من زارا، من برشكا، من اي مكان، من ديور، ايا كان كنا جايبين منين بكتب لها كل حاجه عشان ده شغلتي. انا اصلا ارتضيت ان انا اقول لك المعلومه كامله. انا اصلا كان نفسي حد يبقى بيقول اللي هو الصراحه اللي هو ايه البتاع ده حلو يبقى حلو. لا بس بجد والله في ناس بتقول ان المنتج ده كويس. ايوه المنتج ده تحفه وفظيع وهو اصلا ما يستخدمش، كل ده عشان هي قبضه فلوس، واحنا واخدين عهد على نفسنا ان احنا عمرنا ما هنعمل ده. احكي لي حاجه في حياتك حصلت جديده حلوه. ممكن عيد ميلادك مثلا. هو ده اللي انت عايزاه. مش عارفين الحلقه دي هتنزل امتى يا جماعه؟ عيد ميلادي 20/6 عشان لو نزلت بعدها او قبلها. لو حد عايز يجيب لها هديه ولا حاجه. لا ما بقبلش هدايا خالص ابدا. من امي من ابويا من اخواتي طبعا. ده رساله موجهه لي. عندك مشكله مع الكوريين؟ اشمعنى؟ بكراش على مين فيهم؟ قولي. لا مش كده، عيب. مش كده بجد. على راي عمر امبارح بيقول لك انت عندك 101 كراش. ايوه ما هو في بلاد كتير قوي، في تاي، في تشاينيز، في كوريا. هنتجوز في الاخر واحد كوري؟ تركي، بس اللي هم من اللي انا بشوفهم مش بره، مش الحقيقيين. لا على فكره يعني التراكوة الحقيقيين غير اللي على التلفزيون برضو. لا انا عارفه واحد. عارفه واحد؟ لا تيك توكر والله. تيك توكر واحد ايه؟ تيك توكر والله نفسي اتكلم هندي. بحب الهندي. ايوه والله ما شو بعمل كده، بحسهم كده قوي. انت عارفه ان انا مره واحد هندي في دبي اخر سفريه لما كنت بشتري الدايسون، فبتكلم معاه بقول له هو انت ليه مش بتعمل كده؟ قال لي انت عارفه ان هو بيتكلم انجليش يعني، قال لي انت عارفه ان اللي بيعملوا كده في الهند هم الطبقه الغير مثقفه والغير متعلمه او المتدنيه. قلت له لا يا راجل، امال كل الافلام اللي اتفرجنا عليها كانوا كلهم بيعملوا كده. قال لي لا والله دلوقتي يعني الفقراء او غير مثقفين هم اللي بيتكلموا يعملوا كده، لكن المثقفين والاغنياء ما بيعملوش كده. قلت له دي معلومه جديده عليا، ده بجد على فكره. انا بحبها جدا لدرجه قعدت اقول له انت بتضحك عليا ولا بتتكلم جد؟ وانا مش عارفه على فكره هو بيضحك عليا بجد ولا بيتكلم حقيقي. هو قال كده، المعلومه من عنده يعني. نفسي بجد الف العالم عشان نفسي اتعرف على الثقافات، نفسي اشوف البلاد. مش شوبينج يعني؟ لا حاسه انا ممكن اروح اجيب بس حاجات تبقى اللي هي ميموريز، ان انا لو دخلت البلد دي يا اللي كرنج بقى قرف على دماغنا كلنا.
انت بتعترفي ان انت دلوقتي كرنج؟ انت عملتي كده صح؟ لا قولي والله ده حقيقي. لا يا نهار ابيض على الاعترافات. ممكن اقول لك حاجه؟ اتفضلي. انت عماله تقولي حاجات اقسم بالله. انا عايزه اقول لك حاجه. قولي احنا مع بعض. انا عندي هسس في حاجه قوي. ايه؟ قبل ما انام لازم افكر في اليوم كله انا قلت ايه وعملت ايه، ليه قلت كده، ليه عملت كده، وليه ما ردتش الرد ده، والمفروض كنت اقول كذا. لا وكمان حاجه كمان. قولي. يعني انا في خناقه هي قالت انا ما سمعتهاش في ساعتها، بس سمعتها وانا نايمه ليه. يعني انا بجد انت عارفه ان انا اصلا طول عمري كده بتعصب قوي. انا طول عمري كده وبعمل الحكايه دي طول عمري، واجيب اليوم كله بتفاصيله وافتكر حاجات ما كنتش فاكراها في وقتها. انا مره ما كتبتش اسمي على الامتحان في ثانوي وانا داخله انام وبعد ما جبت اليوم كله افتكرت ان انا ما حطيتش اسمي على الامتحان، وقضيت ليله سوداء عياط بس. وفاكره الله يرحمها جدتي، الله يرحمها يا رب، قعدت تقول لي ما تعيطيش وان شاء الله خير، يكون حد من اصحابك قال للمدرسه ولا حاجه. اقول لها يعني حد هيشوف ورقتي؟ يعني ما تجيش حتى المعلومه ما تجيش. انت كنتيش بتغششي وانت صغيره؟ لا خالص، ما كنت شريره جدا، لا بغش ولا بغشش، ما كنتش بحب كده بصراحه. ماما كانت فتنت يا جماعه في اصلا. لا ما كنت ماشي فتنت فاصلين لو شفت حاجه غلط، بس انا ما كنتش بحب بجد غش ولا غشش. كنت بشوف ان انا بتعب وبعمل مجهود وحضرتك بتلعبي طول السنه، فما ينفعش نجيب انا وانتي نفس التقدير، ما ينفعش، ما يرضيش حتى ربنا. المهم فرحت تاني يوم رحت المدرسه، اول ما دخلت لقيت البنات كلهم بيقولوا لي يا نفين ده امبارح انت ما كتبتيش اسمك والميس كتبت اسمك ومش عارفه ايه. عايزه اقول لك كنت سعيده طبعا يا ماما كانت دحيحه وهي صغيره، مش عارفه ازاي. ليه مش عارفه ازاي؟ قصدي انا ليه مش عارفه ازاي؟ ليه مش طالعه لك؟ يعني انا عارفه يعني انتي وبابا كنتوا ضحاحين، انا طالعه مين بقى كده؟ انا ما بحبش المذاكره. الجيل ده بتهيألي مش عندكم. هقول لك على حاجه يا لوجي، طيب والله بجد حقيقه الجيل ده ما فيهوش عيب، مش عشان احنا دحاحين وكنا بنذاكر كتير ومش عارف ايه، لا احنا ما كانش عندنا حاجه تانية نعملها. ما كانش في بصي دلوقتي في ملهيات كتير. ايوه في كي دراما، في كل حاجه. انت عندك كل الابلكيشن على التلفزيون، في ثانيه انت هتتفرجي على اللي انت عايز تتفرجي عليه. لوجي احنا كان اليوم كله بيعدي. يعني طب انا هقول لك على حاجه، احنا كنا بنصحى الصبح نروح المدرسه، نرجع من المدرسه نيجي نشغل التلفزيون، مفيش حاجه اصلا تتفرج عليها، كلها نشرات اخباريه. عارفه اول حاجه كانت بتعرض التلفزيون الساعه كام؟ 7:30 مسلسل 7:30، وبعدها 9:30 على المسلسل الاجنبي على القناه الثانيه. يعني انت اصلا اليوم بالنسبه لك كله عباره عن ان انت هترجعي من المدرسه، هتاكلي، هتشربي، هتاخدي شاور، هتنامي لك نص ساعه ولا ساعه، وتصحي تذاكري عشان بعد كده تتفرجي على المسلسل اللي هتخشي تنامي بعدها. مش عارفه ليه كنت عايزه اقول كده، بس عايزه اقولها. قولي. وانت صغيره عمرك ما لبستي حاجات جدتك او مامتك ومشيتي كده؟ كنت بلبس حاجات ماما، وماما بقى كانت بتلبس هيلز قوي، وكانت دلوعه كده في نفسها، وبقى كان اسمه عقد على ايام ماما، كانش فيه بقى نيكلس والكلام ده، عقد طويل اللولي دوت، كان عندها ادوار منه اللي هو كان انا دلعي لولي تحفه. ايوه كان تحفه، فانا كنت بحب البس قوي الحاجات دي وهي مش موجوده في البيت. تعرفي اقول لك حاجه؟ في مره وانت نزلتي كنت الحمد لله ماما ساعتها جابت لي تليفون عشان كنت صغيره قوي يا جماعه. فاسمه ايه ده، انت نزلتي، فانت قبل ما تروحي طول عمرك بتكلميني قبل ما تروحي انا جايه، او انا اكلمك اطمن، حاجه من الاثنين. اطمن عشان لو بعمل مصيبه. بلبس لبسك، بلبس الهيلز بتاعكي، بعمل ميك اب. الله، دايما البنات بتعمل كده، بشخبط وشي بجد. وبعديها قبل في مره ده امتى وانت عندك قد ايه؟ بجد وانا صغيره مش فاكره. في مره انت جيتي انا اتخضيت، رميت كل حاجه، دخلت التواليت قعدت امسح وشي مش عايزه يتمسح. انا فاكره اليوم ده. يا نهار ابيض. فكنت بجد بحب الايام دي جدا، بحس يعني يا حبيبتي البنات كلها بيبقى عندها الام دي عايزه تقلدها في كل حاجه، عايزه تلبس اللبس اللي بتلبسه، عايزه تبقى تعمل اللي هي بتعمله. أيوة. بتبقى سعيده على فكره، دي حاجه حلوه. أيوة. البنت بتقلد مامتها. انا شايفه هي قدوه. فاكره وانت صغيره كنت بتقولي لي انا ايه؟ اسد. انت لسه فاكره؟ ايوه طبعا، عشان لسه شايفاكي كده. ايوه عشان لسه شايفاكي كده. طب والله العظيم انت رديتي بسرعه. طب والله العظيم يفتكروا كده ان احنا مرتبين. طب والله العظيم يفتكروا مرتبين. انت ازاي فاكراها؟ طيب ده انت كنت صغيره جدا على فكره. عشان انا دلوقتي شايفاكي كده، فاهمه؟ فاللي هو ما اتغيرتش. دي شايفاني كده عشان انت لسه اسد، لسه بتدافعي عننا، لسه بتخافي علينا، لسه اللي هو ما اتغيرتيش. يعني انت لسه هي. وهتغير ليه؟ ما بالظبط، فانا هغير كمان رايي ليه؟ ما انت هي.
احلكتيني ولا؟ لا بس برضو حاجه اتغيرت قوي، انا بقيت احب ارخم عليكي. ده عادي حبيبتي، ده عادي، ده احنا قبل ما نبدا الحلقه طلع عينين عشان نبداها عشان انت مغلسه عليا، بس عادي هنعديها لك. طب اقول حاجه؟ اتفضلي. ينفع اقول حاجه؟ ينفع تقولي حاجه، انت بقالك ساعه بتقولي. لا هقول ما انا الحاجه اللي مش عارفه اقولها، ينفع ولا لا؟ قولي. قبل ما انزل يا جماعه. قولي، لو ما ينفعش هنشيلها من المونتاج. هنشيلها يا محمود. ايه ده، نسيت اللي فيه مونتاج، صح. في قبل ما ننزل يا جماعه اتخانقت انا وماما. ليه؟ اتخانقنا ليه النهارده؟ قبل ما ننزل دلوقتي حالا. ايوه اتخانقنا ليه؟ قولي. عشان انا مش عارفه البس ايه وانتي متعصبه. أيوة. وانا متعصبه. فيا جماعه بتخانق انا وامي كتير بس بنتصالح في ثانيه. هي الفكره مش بنتصالح، انا نسيت اصلا احنا اتخانقنا ليه. دي الاحلى على فكره بجد. كل مره بنتخانق على اللبس عشان هي مش بتساعدني وانا مش عارفه. وفي الاخر في يوم الخناقه بيحصل ايه؟ بتدخلي الدولاب عندي وبتاخدي من عندي. ما انتي مش بتساعديني من عندك، انا قصدي كده. ما انتي بتدخلي تاخدي في الاخر ما من عندي. ما انتي بتقولي لي عايزه ايه من عندي، ما انا مش عارفه. ما انا لو عارفه هقول لك. ما انا لو عارفه. مريم جت تخبط عليا بتقول لي مدام I need something. I need something. ايه السامثينج اللي عايزاها من عندي مريم؟ ما انا مش عارفه، عماله تقلب في الدولاب. فقلت لها الموضوع وسع قوي كده. انا كنت بدور على حاجه عندي. في الاخر طلع الانسه لوجي هي اللي بعتها تدور على حاجه عندي اصلا. لا كمان لا انا قلت لها دوري، ما قلتلهاش عندي. لا وتقول لي I need something. طب انا ايه بقى السامثينج اللي مريم هنا معاها؟ ايه ده؟ صحيح مش انت بتقول لي بقى مسلوجي. ماشي يا مسلوجي. طب ماشي يا ربي. بحسها نكتة قوي كل ما اقول لك انفير. مش عارفه. كلمة على شخصيتك بجد، شخصيتك انت. مع مين؟ شخصيتك الحقيقية. شخصيتي الحقيقية؟ طب احكي لنا عن شخصيتك في البيت مع اخواتك. كلها باور وخناق وعصبية. لا اتكلمي كلام بجد والله. احكي لهم بجد. انا عن نفسي فخورة بتربيتكم مع بعض. الحمد لله. مش عشان انا امكم ومش بقول كده عشان احنا قدام كاميرا، انا فخوره بده لان انا طول الوقت بربيكم لبعض، لان دايما بقول لكم ان انتوا هيجي يوم عليكم هتبقوا لوحدكم وانا وباباكم مش موجودين. بعد الشر حبيبتي ده حاجه ماشي. بعد الشر بنقول بعد الشر بس انا سايباكم في الدنيا لبعض، ان انتوا ظهر بعض. انا اكتر حاجه بتخوفني الاخوات اللي بيبقوا مش مهتمين في حياه بعض، وان هو مش عارفه مين يتجوز فخلاص حياته ومراته وولاده. انا متفقه. انا مش ممكن اقول حاجه. مستحيل انا متفقه مع عمر ويوسف وشادي. شادي لسه ما اتفقتش معاه بس شادي يعني شادي بيخاف عليك اكتر من الاثنين الكبار. شادي كده لازقه فيه عشان هو اخويا التوأم. ما حدش شاف المعلومه دي. كدابه. وفي توأمك. بس يعني عشان كانوا بيقولوا لنا واحنا صغيرين احنا توأم عشان انتوا الفرق بينكم سنه. فمتفقه مع عمر يعني عشان هو اول واحد. انه في اوضه تعمل لي في بيته. ليكي اسمها اوضه ليكي في بيتك. ايوه. انا عارف وعايش معاه. بس هيجيله كل يخرب بيت بهزر اللي انت ماسكاها لنا دي. هيجيله كده كل لا انا بتكلم بجد على فكره. انا بحب علاقتك بيهم وحبك ليهم، مع الرغم ان في منهم بيغلس عليكي على فكره. هي الناس ما بتسمعش اسم يوسف وشادي خالص، والناس فاكرين ان انت ليكي اخ واحد بس. لا كلهم بيغلسوا عليا. في يوسف. لا يوسف بيغلس عليكي اكتر. يوسف بيغلس عليكي في لبسك. شادي. لا شادي حرام عليكي. شادي ما بيغلسش عليكي. شادي لا شادي بيغلس عليكي عشان انت بتخشي تغلسي عليه. لا اقسم بالله يا جماعه. لا ثانيه عشان ثانيه يا جماعه ماما مقتنعه ان انا عشان بغلس على شادي. فهو بيغلس عليا. ما يعرفش ان هو بيجي يعذبني. لا انت بتغلسي عليه وانا طب اقسم بالله. يوسف مثلا بيغلس عليكي ويزعقلك على لبسك وكده، بس هي دي بقى برافو عليكي. يغلس عليا براحته. هي دي ان انت في نفس الوقت بتحبيه حب فظيع وما بتزعليش منه ابدا. ومش خلي بالك اي بنت تانية هتبقى بتكره اخوها اللي بيغلس عليها، اللي بيقول لها ما تلبسيش كذا، ما تنزليش حاطه ميك اب، مش عارف ايه. انت مش بتشوفيها كده، انت بتشوفيها ان هو اخوكي وبيحبك وخايف عليكي وعادي. كان وانا صغيره بيعملوني كلهم احلى معامله. اول ما كبرت كان بيدلعوك. عمر بقى يضربني. عمر ايدي تقيله قوي. عمر ايه؟ عمر بيضربني بجد. عمر هيشوف الحلقه. عمر اقسم انت بتضربني جامد. عمر هيشوف الحلقه. اقسم يضربني جامد والله العظيم هيشوف الحلقه وهيضربك بجد. اقسم ايدي كبيره قوي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بقى كده مره انا بتوجع. دي مفتريه اقسم بالله. دي مفتريه. ده انت في الرايحه والجايه بتضربي كل واحد فيهم ومحدش بيمد ايده عليكي. طب انت اللي احنا رحنا فين دلوقتي؟ انا رايحه ايه اللي جابنا؟ ايه اللي ودانا هناك؟ ايه اللي ودانا هناك؟ ما شخصيتي هم اخواتي. ايوه ما انا بقى شخصيتك بقى وسطهم. الولد الرابع. الولد الرابع. ايوه بس ما ينفعش ابقى كيوت معاهم خالص دول. لازم ابقى واد رابع اخد حقي بايدي.
هم علموني كده. وباباكي البنوتة الكيوتة. والله العظيم شخصيتين في البيت. ايوه البنوتة الكيوتة اللي ولما تبقى عايزه منه حاجه ايوه اخلاق الدنيا والهدوء. وبابا تيجي تنزلني. لا ولما اقول بابا ما حدش يعمل حاجه. والله العظيم فعلا صحيح. ايوه انت بقى عايزه. انا بقى شايفه، انا بقى عارفه اللي بيحصل بقى الاوضه ممكن تسيبهم في حالهم. انا عارفه ان انت اللي اصلا دخلتي وفتحتي عليه باب الاوضه. والله ما عملت حاجه يا بنتي بتحلفيش. خلاص ما تدخلهمش بقى في امورنا العائليه. ماشي. ده ايه اكتر حاجه نفسك تعمليها؟ اسافر البلاد كلها. لا غير البلاد. غير البلاد في الدنيا. اكتر حاجه نفسي اعملها انجح في حياتي، ابقى ناجحه. قصدك انك تنجحي في حياتك، ان تعملي كارير وتكبري انجح عموما، انجح في اي حاجه عموما ببقى عايزه اعملها انجح لها. طب لو انا بقول لك قولي رساله للبنات، مش لازم احنا عاملين حلقه بنهزر بس قولي مسج كده للبنات ان ايه اهم حاجه البنت لازم تركز فيها دلوقتي؟ دراستها. عشان الدراسه عشان الشغل. انت عارفه ايه اللي خلاني افتكر الجمله دي؟ ايه؟ افتكر جمله انت جيتي قلتها لي، واحده صاحبتك جت قالت لك ايه؟ قلت لك انا مش عايزه اشتغل، انا هخلص الدراسه واتجوز. انت لما جيتي قلتي لي الجمله دي انا اتخضيت ان في بنات في الزمن اللي احنا فيه بتفكر كده. عايزه تتجوز بس. مفيش حاجه اسمها كده، دي كارثه على فكره بجد والله. انا عايزه اي حاجه نفسي فيها ان شاء الله اعرف اوصل لها. ان شاء الله هتوصلي لها طالما ده هدفك، انك توصلي للي انت عايزاه هتوصلي. ايه اكتر حاجه نفسك فيها؟ نفسي فيها لمين؟ ليكوا ولا ليا؟ ليكي اكيد. طب وليكوا لا ليه؟ لا مالكيش دعوه بيه. لا مالكيش دعوه بيه. لا ما هو ليا وليكوا. لا مالكيش دعوه بيه. ما بصي انا اخر حاجه بفكر فيها بصي طلعينيش مسرح. ليكي انا اللي بسال سؤال انت تجاوبي. نفسي اعمل حاجه في الكارير اللي انا فيه دلوقتي. اساعد الناس بجد والله نفسي اساعد الناس بجد. ويمكن موضوع التغذيه انا واخداه تحدي ان انا اقدر اساعد الناس من غير ما يأذوا نفسهم ويعملوا عمليه التكميم اللي انا شايفاها بجد اكتر حاجه مضره في الدنيا. وسنين بعد سنين طويله هتفتكروا اللي انا بقوله ان دي اكتر عمليه كارثه، ان احنا نشيل جزء 80% من المعده اللي ربنا خلقها ونرميها ونعيش ب 30% من المعده ونضيع اللي بيحصل ده كله وناكل كميات اكل قليله وفيتامينز كلها تروح في الارض وشعرنا يقع وحياتنا تتدمر. هيفتكروا ان العمليه دي خطر. عارفه انا نفسي في ايه؟ نفسي تتفرجي على تركي معايا. طب كوري. قلبي ما بحبش التركي. ما انت بتاكلي سندوتش تركي. باكل تركي؟ لا باكل تركي. ايه الفرق؟ هو اسمه تركي مش تركي. لا ملوش علاقه. مش هضحك ما عجبتنيش. طب كري مش هضحك. طب والله محبوش والله يا لوجي. محتاجين طاقه صعبه قوي وانا ما عنديش الطاقه دي. انت اصلا بتتفرجي على سوري؟ بتفرج على سوري طويل قوي برضه. وبتفرج على سعودي وكويتي. كويت عشان انا اتربيت عليهم عشان خالتي ساميه. والله العظيم هي اللي كانت بتجيب لنا الشرايط. طب انا قلت حاجه دلوقتي كانت حلوه اكتر. وصلتيني خلاص. معلش يلا اقفلي بقى الحلقه. اقفل الحلقه؟ سلام. بس كده طبعا ما فيش انترو ما فيش اوترو. هتقفلي الحلقه كده عشان اعمل لهم كده؟ لا مش هنعمل كده خلاص بقى. خلاص لما اوعى تنزل التريقه علينا دي والنبي. لا يا جماعه انا في حلقات بنصورها بشوفها يعني من ورا امي عشان ما بحبش اسمع صوتي المفروض، بس بوطي انا باجي اتكلم شوي. في مره بتفرج فانا عملت حركات غبيه جدا ومحدش شالها. الحركات الغبيه سبتوها ليه؟ عشان انتوا بتحبوا تطلعوا اسمها ايه؟ ترند على فايت. انت بتوجهي كلامك لمحمود ولا ليا انا؟ هو انا لا ثواني هو انا اللي بعمل مونتاج ولا هم؟ اهم الناس اللي قاعدين ورا الكاميرات دول هم اللي بيعملوا مونتاج. ايوه كده. وانت اللي بتخليني اعمل حركات الغبية. انا رايي ان احنا نقفل الحلقه كده ونقول يلا باي باي تصبحوا على خير. لا ولو الحلقه ما عجبتكمش اتفرجوا على اياد الموجي.